بسم الله. موضوع برضو التعاقدات والصفقات وإبرام العقود الكبيرة في الأندية موضوع بيشغلني جدا، وليه أهمية كبيرة قوي في التسويق وإحداث حالة رواج للأندية من خلال كسب فلوس عن طريق بيع اللاعبين. طبعا الأندية الكبيرة اللي هي فيها كرة قدم كبيرة بتبقى محظوظة جدا، لأن هي بتقدر تستثمر فلوسها بشكل مناسب جدا، والنهارده بيع أي لاعب بيعمل نقلة كبيرة جدا في أي نادي، فبالتالي بيقدر إن هو يلبي كافة طلبات الأعضاء أو معظم طلبات الأعضاء. بقول معظمها لأن بالتالي كل عضو في نادي بيحتاج الكتير والكتير والمزيد، وده بقى ليه حق لأن هو إن النادي يعتبر ملكية ملك ليه، فهل من مزيد. لكن في أسماء لما نيجي نتكلم عنها في مجال كرة القدم وإبرام الصفقات والعقود الكبيرة جدا، أو الناس اللي هي شاطرة جدا جدا عمرنا ما هنقدر نغفلها. في إبراهيم بيه عثمان في نادي الإسماعيلي، محمد مصلحي في اسكندرية وليه فضل كبير جدا على نادي الاتحاد في السنوات الأخيرة، في كابتن محمود الخطيب، في كابتن حازم إمام، وفي كابتن عادل القيعي، وفي الأستاذ عمرو الجنايني عندما كان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. الناس دي كلها بتستغل اسمها وبتستغل قامتها ان هي ما تقعد مع اي لعيب ان هي تستطيع ان هي تحقق رغبة النادي في التعاقد معاه. لكن في سيستم بيبقى معمول. في الزمالك كان في حازم امام فترة من الفترات، كان دكتور كمال درويش فترة من الفترات، في عمرو الجنايني ايام الاستاذ ممدوح عباس عندما كان يتولى رئيس النادي. دلوقتي اصبح في هاني زاده في نادي الزمالك، اصبح في احمد مرتضى منصور وامير مرتضى منصور ابناء رئيس نادي الزمالك. هم دول اعتقد اللي بيبقوا مسؤولين، وبيبقى ورا كل الناس دي مطبخ برضه من الاصدقاء والحبايب اللي هم ليهم علاقات بادارات الانديه، بيتدخلوا في وقت اللزوم لابرام الصفقه. لكن النادي الاهلي عنده 3 أبعاد أو 3 خطوات في إبرام الصفقات. أول خطوة بيبقى دايما مدير الكورة أو لجنة الكورة بتقعد، عندما تفشل بنلاقي كابتن عادل القيعي بيخش، وعندما تفشل في النهاية بيكون الكلمة كابتن محمود الخطيب. والناس كلها بتبقى شايفة إن كابتن محمود الخطيب لما يقعد مع أي لعيب مهما كانت نجمته يقول له امضي يا ابني فبيمضي. لكن في النهاية النهاردة الاستثمار والنهاردة العمل في الرياضة بقى عمل احترافي بحت. لكن احنا للأسف كلنا بنفهم في كل حاجة. كل جمهور مصر بيفهم في الكورة، بيفهم في الجمباز، بيفهم في السلة، بيفهم في الطايرة، بيفهم في التسويق. وهي دي مشكلة المشاكل. لازم ندي العيش لخبازه.